من أهم العلامات على الكبد الدهني هو وجود أعراض عسر هضم، يعني انتفاخات وغازات بيصاحبوا ألم في البطن خصوصا في الجزء العلوي اليمين من البطن. كمان بيبقى فيه تعب وإرهاق مستمر طول اليوم. لما بتبدأ حالة الكبد بقى تسوء وتتطور بيبدأ يظهر أعراض أشد خطورة على الكبد وبتدل إن في مشكلة كبيرة جدا في الكبد، زي فقد سريع في الوزن خصوصا فقد في العضلات، بيحصل إن نسبة العضلات بتاعة الجسم بتقل بشكل كبير. كمان بيحصل تراكم لكميات كبيرة من السوائل في المنطقة بتاعة البطن ودي حالة بنسميها الاستسقاء. كمان بيبدأ يظهر لون أصفر على العين ولون أصفر على الجلد نتيجة تراكم البيليروبين في الجسم ودي حالة بنسميها الجوندس أو اليرقان. كمان بيبدأ يظهر كدمات في الجسم بشكل عام، والكدمات دي بتبقى مميزة بشكل شبكة العنكبوت ودي حاجة بنسميها الأنجيوديما. كمان بيبدأ يظهر احمرار في كف الإيد مع حكة، والحكة دي بتزيد بشكل كبير جدا بالليل. كل دي علامات وأعراض بتدل إن في مشكلة في الكبد، عشان كده مهم جدا نعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة عشان نبقى مطمنين. دمتم سالمين وبصحة، سلام عليكم.